بص يا صديقي، هو الموضوع اعتبر الموضوع هيبقى ملخبط شويه معاه وانا بتكلم. فانت يعني بص، ما تاخدش على اللي انا هقوله، يعني ما ياخدكش الطموح. بص انا هتكلم بكل بساطه انه ازاي الماتش ده يضيع منك. ازاي يا صديقي الماتش ده يضيع منك؟ ازاي وانت بتلعب مباراه قويه زي دي؟ انت بص، خلينا نتكلم من الاول. انت ما حدش كان يتوقع ان انت ممكن تلعب ماتش زي ده ضد انتر ميامي. ما يعني خلينا نكون صراحه، احنا مش متوقعين ان احنا نلعب ماتش زي ده. ولكن انت اتحطيت في الموقف. انت عملت سكواد كبير وعملت تدعيمات وعملت ودخلت المباراه بصفه قويه وبصفتك النادي الاهلي بطل افريقيا والنادي القرن. والمفروض ان انت هتلعب ماتش حياه او موت، وده اللي انا قلته قبل الماتش. انت المفروض تلعب ماتش حياه او موت ضد انتر ميامي، وبالفعل انت عملت كده. اشتغلت الشوط الاول شوط تاريخي بالنسبه لك، مش بس في البطوله وكاول ماتش ليك او في البطوله عموما في خلال ال20 سنه اللي فاتت بالشكل القديم. ولكن انت بتتكلم عن شوط تاريخي بكل المقاييس، من هجوم من دفاع. كان في غلطه في الدفاع او غلطتين في الشوط الاول، ولكن مش هتقدر تقيس بيهم الماتش كله. مش هتقدر تقيس ان الماتش كان فيه اخطاء دفاعيه زي الماتشات اللي كان بيحصل فيها قبل كده. ولكن انت عملت شوط تاريخي، ضيعت كميه فرص ما تضيعش، كميه كور حرام عليك. انت بتضيع الكور دي وانت عارف ان انت هتندم عليها في الشوط الثاني. كل اللي كان بيتفرج على الماتش، انا عارف النهارده وانا بتفرج على الماتش والماتش شغال وانت بتهاجم، الكره الانفرادين اللي في الاول، واحده بتاعت وسام وواحده بتاعت امام عاشور، حرام يضيع. الكره بتاعت حمدي فتحي حرام تضيع. كذا كوره في الشوط الاول. انت الشوط الاول كان المفروض تطلع 4-0 مستريح. ولكن يا صديقي انا عن نفسي ما كنتش مستوعب ان انت ازاي توصل للمكانه دي، وازاي ان انت تعمل الماتش ده القوي ده في الشوط الاول بالذات ضد فريق ميسي. انت حجمت خطوره ميسي، انت عملت ماتش تاريخي في ارضهم وسط جماهيرهم. انت عندك جماهير كتير رايحه معاك وبتساندك، وعملت شوط يعني اقل ما يقال عنه فعلا انه تاريخي، ولعبت مباراه قويه. وكان متوقع ان انت المفروض في الشوط الثاني هتكون احسن من كده. ولكن الشوط الاول معاك بينتهي بطريقه غريبه جوه. كانت مكافأة من ربنا بالنسبة لك انك انت تحصل على ضربة جزاء في نهاية الشوط الاول عشان تصلح لك غلطك في الشوط الاول، ان انت مش قادر تسجل من اللعب المفتوح. وصلت كذا مرة ومش عارف ان انت تسجل، فربنا كرمك بضربة جزاء. يجي القدر ان انت عندك زي تريزيجيه، واحد من اللعيبة يعني بص، اللي كان عامل شوط ولا اروع في المباراه. تريزيجيه من افضل اللعيبه اللي غيرت الشكل الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي، بغض النظر بقى عن زيزو وجراديشارو وسامويل، الناس اللي بتتكلم عنها دي كلها في الاهلي. ولكن تريزيجيه عمل لك شكل هجومي. ده انت الشوط الاول كله بتهاجم من ناحيه تريزيجيه. ما عندكش اي منظومه لعب غير تريزيجيه، كله بيلعب على تريزيجيه، وتريزيجيه هو اللي بيحرك الماتش كله. وبناء عليه انت كنت عامل ماتش كويس. بس تعالى بص على المنطق. يعني اول ما اتحسبت ضربه الجزاء دي، انا من جوايا وانا بتفرج على الماتش انا نفسي ان تريزيجيه هو اللي يشوطها. ودي العاطفه اللي بتحركني لده، لانه واحد من ناشئين النادي وواحد من ابناء النادي، وراجع بعد غيبه وراجع بعد ما بيجي سوبر ستار بره في اوروبا. فانت لا، انت بتتكلم ان هو نفسك ان هو اللي يلعب الكوره. واول ما مسك الكوره انا قعدت اقول الحمد لله تريزيجيه هو اللي هيشوط الكوره دي، وبتمنى من ربنا، وقعدت ادعي في سر ان هو اللي يجيب الهدف. بس تعالى بص على الورق وتعالى بص على المنطق. تريزيجيه سدد مع الاهلي او سدد في مسيرته كلها 10 ضربات جزاء. سجل منهم كام بقى يا صديقي؟ سجل 6. لعب مع الاهلي بس ضربتين جزاء في طوال تاريخه، في الفتره اللي قبل الاحتراف والفتره وبعد ما رجع اهو لعب ضربتين جزاء، واحده في موسم 2013 2014 وضيعها، وكانت ضد غزل المحله. النهارده بيسدد الضربه الثانيه ليه مع الاهلي وبيضيعها برضه. على الورق انت كان عندك زيزو، معروف انت زيزو ده انت اللي بتتكلم عنه في ضربات الجزاء ان هو بيسجل ضربات جزاء وبيعمل ضربات جزاء. ما تخليه يلعب في ماتش زي ده، ما تنزله يا عم. واحد زي اسامه ابو علي، انت عارف تاريخه معاك مع الاهلي، وقبل ما يجي الاهلي بيلعب ضربات جزاء بطريقه ولا اروع، وبيقدر ان هو يسجلها دايما. ما تخليه هو يشوت يا عم. ليه العاطفه تحركك؟ طب انا كراجل مشجع العاطفه تحركني، انما انت كمدير فني، انما انت كاداره، انما انت كراجل في وسط الماتش وعارف مين اللي ينفع يلعب ضربه الجزاء ومين اللي لا، ازاي تخلي تريزيجيه هو يلعب ضربه جزاء؟ طب لعبها وضاعت، اثرت بقى على نفسيه الفريق كله. دخلت الشوط الثاني مش عارف انت بتعمل ايه. الشوط الثاني داخل انت اصلا بذلت مجهود خرافي في الشوط الاول، فكل اللعيبه بتاعتك وجعت. بيجي عندك انت خلاص، يعني عارف اللي هو انت بتلعب على استحياء بقى في الشوط الثاني. انت بس بتحاول ان انت تحجم شويه لميسي، تحاول ان انت توقف اللعيبه اللي شغاله ده. خلي بالك ما طلعش ميسي بس،
يعني احنا اللي كان متابع اللي كان من الاول اللي ما شافش ماتشات الانتر ميامي هيفتكر ان هو ميسي بس اللي بيلعب. لا بالعكس يا صديقي، ده في 5 6 لعيبه شغالين بيتنطوروا في الملعب جالبين الدنيا، وانت خيالك بس ان هو ميسي هو اللي بيلعب. ميسي هو كان عامل خضوره في الملعب، ميسي كان عامل نكش، ولكن في لعيبه تانية بتلعب. انت عرفت ان انت تحجم اللعيبه دي وعرفت تحجم ميسي. يعني بص، كلام كتير انا ممكن اقوله لك يا صديقي، انا ممكن اقعد اسبوعين احكي لك بس على اللي حصل في الماتش ده انا لو عايز اقيم لك اللعيبه هقيمهم لك. انت النهارده عندك كميه لعيبه بتعمل قرارات في الملعب صفر. مروان عطيه النهارده واحد من الناس اللي المفروض ان هو لاعب ماتش كويس، ولكن تعالى بص كده على كل اللعب بتاعه، تعالى بص عليه قيمه هتديله 3 من 10. لاعب ماتش كويس ولكن مش ده مروان عطيه. الواد مرتبك من اول دقيقه في الملعب لاخر دقيقه، كميه اخطاء بيعملها، كميه فاولات بيعملها على ميسي، وانت عارف ان ميسي ده اصلا ما بيصدق يلاقي فاول على منطقه الجزاء. انت كسبته 3، ما فيش هي بس اللهم بس هجمه واحده بس ميسي كان شارخ بيها، وانت عرفت بعد ما قطع سبرنت ورا مروان عطيه قطع الكره بعد كده وقع في الارض، مش قادر يكمل، خلاص هو ضرب السبرنت مش قادر يكمل. لو هتتكلم على لعيبه واحد زي امام عاشور، يعني نتمنى له السلامه في الاصابه واللي تجددت في كتفه، ولكن ده قدر. يعني انت لو كنت بتتكلم في الاول عن ان عندك لعيبه كتير جو، وانا واحد من الناس كنت بتفرج على الماتش ولما شفت التشكيله اتكلمت امال فين زيزو، امال فين جرادي شار، امال فين بن شرقي، امال فين جفشه والشحات. ناس كتير، طب انت عايز الناس دي كلها تلعب، ولكن انت عارف ان انت لسه عندك ماتشات كتير، ومش الهدف بس البطوله دي، انت عندك موسم كامل فيه بطولات كتيره بتنافس عليها. ماشي، فيشاء القدر ان امام يتصاب ونتمنى له السلامه، وان شاء الله يرجع احسن من الاول، ينزل زيزو مكانه يحرك لك اكتر، يشتغل معاك اكتر في الناحيه الهجوميه في الشوط الاول، يشتغل مع زيزو. لو خدت بالك تلاقي الشوط الاول كان زيزو بيشتغل من الناحيه اليمين ومعاه تريزيجيه، اصلا هو اللي كان المحرك الرئيسي في الناحيه اليمين، وتريزيجيه وزيزو هم اللي كانوا شغالين. تيجي بقى الشوط الثاني انت عملت ايه؟ طلعت تريزيجيه يا سيدي، انا معاك، طلعت تريزيجيه عشان مستواه وقع ومستواه البدني قل ومستواه الذهني قل طبيعه الحال علشان ضربه الجزاء اللي ضيعها. بس انت ايه اللي انت عملته بقى في التغييرات؟ ايه الخرا اللي انت عملته في التغييرات؟ ازاي تغييراتك تكون بالشكل ده؟ ازاي تطلع الناس اللي بتشتغل في الملعب وسايب ناس يا راجل، ده انت احمد نبيل كوكا ده اقسم بالله لولا ستر ربنا كنا شلنا 6 اهداف بسببه. انا مش بكلمك على فرص مباشره هو غلطاته هو غلط فيها، ولكن بكلمك على سوء تغطيه، بكلمك على سوء باص، بكلمك على سوء تحرك بالكوره، بكلمك على سوء تمركز. كميه اخطاء كان بيعملها احمد نبيل كوكا النهارده ما تطلعش من لاعب مبتدئ، من لاعب احنا كنا بنتكلم عنه وبنقول دايما انه لاعب هيكون للمستقبل في النادي الاهلي. انا مش عايز اقول لك ان الغلطه كانت من المدير الفني في الاول ان هو نزله في المكان ده، ولكن يمكن خياراته كانت كده، هو ما عندوش بدايل كتير، ما عندوش لعيبه جاهزه وفت ان هي تلعب في المكان ده. يعني خصوصا ان انت بتتكلم فين، ده هو ميسي هيلعب عليه. يعني انا هقول لك ايه، انت المفروض احمد نبيل كوكا والمفروض 3 4 لعيبه تنزلهم بس يمسكوا المنطقه دي. فانت لو هتتكلم هتقدر تقول ان انت في خلال دفاعيا بالنسبه للاهلي في المباراه شابوه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم انا قبل الماتش اقسم بالله قاعد بتفرج قبل الماتش بقول انا مطمن ان ياسر ابراهيم موجود اكتر من مطمن ان اشرف داري موجود. ليه؟ وكنت بقول يعني يمكن الناس كتير تتحفظ عليا في الكلمه اللي بقولها دي، ولكن ثنائيه ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه كانت افضل بالنسبه لي بكتير جو من اسماء كتير جو بتلعب في النادي الاهلي. ولكن انت خلاص النهارده انت بتتكلم في انه ده الواقع، ياسر ابراهيم واشرف داري والحمد لله كانوا عاملين ماتش كويس. مشكلتك بقى فين في الدفاع؟ احمد نبيل كوكا، محمد هاني عامل يعني ماتش نقدر نقول ان هو 50% ولكن شغال. يعني انا كنت بتفرج على الماتش يعني بتمنى يا لو اشوف محمد هاني اللي لعب ماتش ضد ريال مدريد او ضد بايرن ميونخ. فين محمد هاني اللي لعب ضد بايرن ميونخ؟ كنت عايز اشوف في الماتش ده. عمل كام حته حلوين كده في الشوط الثاني، ولكن يعني اهو ما كانش في ضغط كبير من ناحيته لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، لا هجوميا ولا دفاعيا، ولكن شغال. الشناوي بقى النهارده كمان في الماتش يعني بص تصدى لكذا كوره وعمل عمل مباراه كويسه، ولكن برضو يعني في هجمه في اخر الثانيه خبط في دماغه. انت متخيل؟ يعني هو كان طالع غلط والكره خبطت في دماغه، تحس ان هو طالع مغمض. الشناوي الخبره اللي كان يعني اقول لك ايه على الشناوي، انا مش انا اللي احكي لك عنه، انت اكيد مباريات كتير جو شفت الشناوي متالق فيه، فازاي يطلع في موقف زي ده وانت ما... بص يا صديقي انا اقسم بالله مش عارف، انا بقول لك انا عندي كلام كتير جوه عايز اقوله لك، ولكن تعالى نحسبها بالورقه والقلم. انت النهارده طلعت بنقطه من قلب الاسد، طلعت بنقطه من انتر ميامي في ارضه في مباراه افتتاحيه، مباراه كانت يعني لو هنتكلم
بعيد عن العاطفه وبعيد عن المصريين وبعيد عن لو هنتكلم بنظره عامه للبطوله، انت كان المفروض ان انت ممكن ما تفوزش في الماتش ده اصلا، والنقطه بالنسبه لك مكسب. يعني ده على الورق، انما الواقع اللي حصل في الماتش لا، انت خسرت. انت خسرت بنتيجه خرافيه. كان ممكن تطلع في نتيجه في الماتش ده، كان ممكن تطلع كسبان 4-1 4-2، فاهم قصدي؟ فانت ما عملتش كده. انا يعني وانت بتتفرج على الماتش وبتشوف الفرص اللي بتضيع منك، بتقول انا هعمل ايه ضد بالميراس وبورتو يعني؟ انت متخيل؟ اذا كان المفروض ان هو على الورق ده اضعف فريق في المجموعه، طب انا هعمل ايه قصاد الفرق الثانيه؟ كان المفروض ان انا اكسب الماتش ده، ولكن ده ما حصلش. وما حصلش باسباب كتير جوه، انا مش عايز اتكلم في حاجات كتير جوه، ولكن خليني يا صديقي يعني بص، خليني افرح معاك بالنقطه اللي خدناها دي، ونتمنى بس ان الماتش التاني اللي بين بالميراس وبورتو يطلع بنتيجه ترضينا احنا في المجموعه، علشان يبقى املك ان انت تلعب ماتش قوي زي كده، وان انت على الاقل تسجل هدف. ومش عايز احمل نتيجه الماتش دي لحد بعينه في الناس اللي ضيعت فرص، ولكن يعني حسين الشحات، انت المفروض ان انت نجم كبير جوه في النادي الاهلي، والمفروض ان انت نزلت بديل في الشوط الثاني، والمفروض كمان ان انت نازل تصحح اخطاء الناس اللي ضيعت فرص. انت كان عندك هجمه مرتده في اخر ثانيه في المباراه، انا ما اعرفش انت ضيعت ازاي. يعني ما اعرفش انت بعد ما خدت السبرنت وجريت ووصلت نص منطقه الجزاء انتر ميامي، ما اعرفش انت ايه اللي حصل منك وسبت الكره واستسلمت. يعني انا كنت متخيل ان انت وانت نازل انت النهارده هتحقق الرقم القياسي بتاعك، وتكون اللاعب اكتر لاعب عربي سجل اهداف في المونديال. كنت هتسجل هدف واحد من الفرصه الوحيده اللي جت، مع ان جات لك فرصتين ثلاثه قبليها، ولكن مش هنتكلم عنهم لان ما كانوش باهميه الفرصه الاخيره دي. فيعني اتمنى في نهايه الحوار ده كله، اتمنى ان احنا يكون يعني مستوانا احسن في المباريات اللي جايه. الفرص اللي جات لنا دي كلها احنا عايزين فرصه ولا اتنين نقدر نسجل منهم هدف ولا اتنين، مش عايزين اكتر من كده. عايزينك ان انت تلعب بقتاليه اكتر، واتمنى يعني الفوز للنادي الاهلي في المباريات القادمه، وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون حظنا احسن بكتير جو من حظنا في المباراه الافتتاحيه ضد انتر ميامي. معلش يا صديقي الفيديو جاء عجاله، وانا حتى يعني بص يعني اقسم بالله يعني معلش لو انت شفت الفيديو ده معلش. فبس اتمنى بس ان انت تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه دي، عشان ايه؟ تتابع معايا بعد كده، لان احنا كمان بننزل حلقات ركن الانفيلد، وفي حلقه ان شاء الله هتنزل في خلال الاسبوع ده، لان احنا ما نزلناش حلقه الاسبوع اللي فات. اتمنى يا صديقي تدعمنا باشتراكك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده، والسلام يا صديقي.